السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه بقى النهارده بقى الجمعة، ان شاء الله يا رب تكون جمعة كده مباركة عليكم. النهارده بقى هنعمل اكلة كده حلوة، هنحط الرز وهنعمل ملوخية وهنعمل فراخ، حاجة كده ايه على القد يعني. إيه معايا بقى برامات صغيرة ديت، انا بحب اعمر الرز في الوعي يعني، وكده بيبقى بصراحة طعمه احلى وبيبقى خفيف وبيبقى طعمه حلو. هنا بقى معايا الاربع وعيات دوت، انا حاطه فيهم الرز ومعبراهم وحاطه عليهم الزبده، وبحط عليهم كمان نقطتين زيت، ومجهزه معايا كيلو لبن تقريبا، وحاطه عليه الملح ومجهزاه يعني، يا دوبك هصبه على خليط الرز والزبده وخلاص. هنا بقى كنت مجهزه كل حاجه وخلاص كده بقى هحط اللبن. اللبن ده انا مدوبه فيه معلقتين ملح، وبعدين بدوقه، وبعد كده باجي حطاه بقى على الوعي كده زي ما انتم شايفين. طبعا هزود اللبن ده، هزود الوعي يعني ميه وكده. هنا بقى معانا حله فاضيه كده، حله فاضيه هقطع فيها بصلتين، واقطع فيها كمان طماطمتين، وهبتدي ان انا اشوح فيها الفراخ بعد ما غسلتها بميه وخل وملح وليمون. طبعا لازم يعني نظافة الشوربة هتعرفيها من نظافة الفراخ، يعني لما الشوربة تبقى معاك نظيفة هتعرفي ان الفراخ بتاعتك اكيد مغسولة حلو يعني ونظيفة وكده. هنا بقى حطيت خلاص الفراخ زي ما انتم شايفين اهو، وحطيت كمان معلقة ملح كبيرة وشوية فلفل صغيرين وشوية بهارات فراخ. كده خلاص يعني، هي انا بعملها كده، بعمل الفراخ بتاعتي بالطريقة دي. كل واحده طبعا تعملها زي ما هي ايه، زي ما هي حابه يعني. هنا خلاص بقى ابتديت ان انا هشوح الفراخ، وهنا شايفين الشوربه، بقول لكم من نظافه الفراخ، هتشوفوها من نظافه الشوربه يعني وكده. هنا كنت بقى معايا مخرطه الملوخيه من قبلها برضو ومجهزاها. هسقط بقى الملوخيه كده في الشوربه زي ما انتم شايفين، وهبتدي ان انا اقلبها. وبعد كده بقى معايا معلقتين توم كبار، هبتدي بقى ان انا اشوحهم في شويه زبده كده زي ما انتم شايفين. بعد كده لما التومه بتاعتي تبقى جاهزه وكده هضيفها على الملوخيه على طول. يعني ما بصفرش التومه قوي، انا يا دوبك بس بخليها ايه تتشوح كده حبه صغيرين. خلاص يعني التومه بسيبها بقى تتشوح كده، وبعد كده بضيفها بقى ايه على الملوخيه. هنا بقى كانت خلاص الملوخيه بقى بتاعتنا بقت جميله ازاي، وضفت عليها التومه وخلاص كده، بسم الله ما شاء الله، حاجه كده في منتهى الجمال. معايا بقى كمان ايه، معايا صينيه فاضيه كده، هبتدي بقى ان انا احمر الفراخ فيها، ومعلقتين سمنه. الصينيه طبعا انا مسخناها من قبلها، فعشان كده ايه الزيت ده ساحت على طول. هنا بقى ابتديت ان انا احمر الفراخ بالشكل الجميل اللي انتوا شايفين ده. خلاص بقى الاكل النهارده بتاعنا كان خفيف وكان جميل. بسم الله ما شاء الله يعني. عملت الرز على طول، وبعد كده عملت الملوخيه، وعملت الفراخ وكده، ما خدش معايا يعني ثواني. هنا بقى كان الشكل النهائي بتاع الاكل. لو عجبكم الوصفات بتاعتي ولو عجبكم الاكل البيتي بتاعنا، ما تنسوش الاشتراك في القناه، ما تنسوش تتابعوني، وما تنسوش كمان تصلوا على النبي في الكومنتات. دمتم في رعايه الله. مع السلامه.